فوز منتخب المغرب المحلي على جزر القمر في كأس العالم. المنتخب المغربي بيوصل. المنتخب المغربي شخصيا أظن أن المنتخب المغربي يعني في أحسن رواق للمرور للدور الثاني. أنا شفت الفريق المغربي نوليك شويه لورا لما جا مدرب حكم الفريق، حسيت بلي الفريق هذا عطى له واحد الروح للفريق، عطى لهم واحد الحب. مع تلمو الشعب المغربي يحب الفريق هذا، عطى له واحد لا فورس. جو بونس الفريق ولا طري سوليدار، تحس باللي تلمو شفنا بين في المتفرجين، تحس باللي الفريق هذا اللاعبين يحبوا يمدوا النظره للشعب تاعهم. المنتخب المغربي عطانا درس الحقيقه. المنتخب المغربي اللي تاد سبريم تاعو، تشوف المنتخب هذا كيفاش يقاتل لاخر الدقائق. المنتخب المغربي اليوم مش من فراغ، اذا كان نلقاو في المستوى العالمي هذا، شوف اللاعبين وين يلعبوا في اقوى الدوريات الاوروبيه، شوف مدارس التكوين حكى عليها مادي بكري، يعني مدرسه محمد السادس كيفاش تكون في اللاعبين منذ الصغر وتحضرهم باش يلقاو رواحهم في المناسبات الدوليه الكبرى. فالحقيقه المنتخب المغربي حتى واحد فينا وكان يعتبر فقط الترشح هو بمثابه انجاز تاريخي. خلي اليوم احنا نحكيه ربما في الاستوديو وكاننا نتعاونوا مع المنتخب المغربي كانه في الند مع ونحلوا الاسباب، ويعني والاسباب لم تكن، وهذا في حد ذاته شرف، وهذا شرف، والمستوى لم يكن متباعد الى هذه الدرجه. رينا في عديد اللحظات المنتخب المغربي المهام ديال المدرب او المهام ديال اللاعب محترف هو ان تكون عنده داك الجانب ديال التأقلم مع جميع الظروف. حنا الهدف ديالنا صريح وواضح، هو اننا نشرفوا كرة القدم بالطريقة اللي كتليق بالحجم ديال المغرب كقاطرة ديال كرة القدم. كنستعدوا وكنتعاملوا، حنا كنجمعوا المجموعة وكتكتمل المجموعة، ولكن الاستعدادات الحمد لله كتمر في ظروف جيدة، ظروف كتحمل بزاف ديال الجدية، بزاف ديال المسؤولية وبزاف ديال الاحترافية. الأمور طيبة الحمد لله. أولا السلام عليكم. كما قال السي طارق، استعداد ديالنا غادا في واحد النهج تصاعدي. كنظن أن جميع اللاعبين عارفين المسؤولية اللي عليهم، وعارفين أننا تابعنا واحد الشعب اللي هو كيعشق كرة القدم. اللاعبين أتم الاستعداد ديالهم باش أننا إن شاء الله نقدموا أحسن مستوى كعائلة كمجموعة كفريق. التدريبات غادا بشكل جيد الحمد لله، اللاعبين عارفين اللي عليهم. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وخلي معك شي ابوني ودير شي دعم للقناه. وشنو بان لك في هذا الموضوع هذا؟